نحو العلا سيروا شباب الأمة، وتكاتفوا ليلوح فجر أجمل، وتسابقوا للمكرمات وحلقوا بسمائنا ضرا وخيرا أمنوا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بكل الحب والمسرات وبأرق العبارات والجمل وبأطيب التحايا وأعذب الكلمات. نرحب بكم مشاهدينا الأفاضل في هذه الحلقة الاستثنائية من برنامجكم ساعة الشباب. دعوني أبدأ بمن يصحبني في التقديم، زميلي وأخي عبد الرحمن محي الدين. أهلا وسهلا عبد الرحمن. أجدد الترحيب بكم السادة المشاهدين في كل مكان في هذه الحلقة الخاصة والاستثنائية، والتي لم تكن كذلك إلا لوجودنا اليوم مع شخصية مهمة وعلم من أعلام دولتنا الحبيبة. فدعوني بداية أعطيكم نبذة ميسرة بسيطة عن خلفية هذا الشيخ، حيث ولد بمدينة كرن التي اشتهرت بأنها منبت العلماء المسلمين في بلادنا والتي نحبها كلنا بلا شك. ثم حيث درس بها المرحلة الابتدائية، وكانت دراسة مرحلته الثانوية بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا الجامعة بكلية الدعوة وأصول الدين. انتقل إلى لندن وعمل فيها عميدا لكلية لندن المفتوحة، وطبعا هذا ليس غريبا لأنه من أسرة علمية بحتة، حيث كان والده الشيخ محمد صالح يلقب بمرشد، حيث أسلم على يديه الكثير من النصارى والوثنيين. في الحقيقة أعزائنا المشاهدين نحتاج إلى حلقات كثيرة للحديث عن سيرة معاليه. سعادة الأستاذ الدكتور جلال الدين محمد صالح، الداعية والمفكر الإسلامي المعروف، الباحث أيضا في الشؤون الأفريقية. مرحبا بكم ضيفنا العزيز في هذه الحلقة وفي برنامجنا ساعة الشباب. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم أنتم أيها الشباب، وإنها لفرصة سعيدة أن نلتقي معا ونتحاور معا في هم من همومنا الدعوية. حياك الله دكتورنا. سعادة البروفيسور، بداية الحلقة نود أن نخبرك أو نستأذنك أننا سنقسم الحلقة إلى جزئين. في الجزء الأول سيكون تاريخ الحبشة، ثم في الجزء الثاني نحاول أن ننهل من بحر معاليكم في تنمية الشباب وتطويرهم وما إلى ذلك، حيث تكون لنا خير إعانة بإذن الله في حياتنا. فبسم الله نبدأ. قبل سؤال سعادتكم يا دكتورنا، نرحب أيضا بضيوفنا الذين شرفونا في الاستوديو من الشباب الكرام. سعادة الدكتور، دعنا نبدأ بالسؤال الأول ببلادنا الحبشة، ولفظ الحبشة من أين بدأ هذا اللفظ وماذا يعني؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فهذا اللفظ الحبشة يعود في جذوره التاريخية إلى اليمن، حيث هاجرت قبائل عربية من اليمن، ومنها قبيلة حبشت، واستقرت في بلاد الحبشة في القرن الإفريقي الذي حمل هذا الاسم وتسمى بها. ومعنى تحبش القوم تجمعوا، وأحابيش قريش هم القبائل التي تجمعت مع بعض. نعم. فالمؤرخون تناقشوا وتحاوروا فيما بينهم، هل قبيلة حبشت التي هاجرت من اليمن من جنوب الجزيرة العربية إلى هذه المنطقة التي حملت اسمها جمعت أفرادها وأفخذها وأفرعها فتحبشت، تجمعت ثم هاجرت، أم هي قبائل متفرقة تجمعت تحبشت ثم هاجرت؟ فبعضهم يقولون أنها قبيلة واحدة اسمها حبشت، جمعت ناسها
أفرادها تحبشوا ثم هاجروا واستقروا في هذه المنطقة، منطقة الحبشة. ومنها تسمع الآن كلمة حبشة وحبيش وأحابيش وحبوش وباحبيش والحبشي، كل هذه تعود إلى هذا الاسم، وهو من جنوب الجزيرة العربية. فالأصل هو أصل جنوبي حميري في أصله. واصطلاحا يعني بأنه اجتمع القوم أو أيوة. تكاتفوا. أيوة يعني. إذن شيخنا، طيب ما هو سر التقارب الذي كان بين المسلمين والأحباش؟ يعني كما هو معروف المسلمين لم يخرجوا من جزيرة العرب آنذاك، والأحباش لم يخرجوا من أفريقيا، وكان بينهم ترابط عجيب. لا، الأحباش عندما هاجروا من جنوب الجزيرة العربية أقاموا حضارة وأقاموا دولة، وكانت هذه الدولة مقرها أكسوم. أكسوم العاصمة الآن في تيغراي، في منطقة تيغراي. وأكسوم هذا الوزن أفعول، عرب الشمال لا يعرفونه في الجمع، هو وزن عربي جنوبي. فأكسوم وأحبوش، أحبوش جمع وأكسوم جمع كسمة. فهذه الدولة، هؤلاء الذين هاجروا جاءوا بحضارة ونقلوا ثقافة جنوب الجزيرة العربية من حيث المعمار. فكانت المسلات التي موجودة في تيغراي، والإيطاليين كانوا أخذوها إلى روما لما استعمروا المنطقة، وأظن في عهد ملا زيناوي أعادوها موجودة. هذه كلها تعبر عن تلك الحضارة. والزراعة اتبعوا نظام المدرجات لأنهم جبلية، ونقلوا الثقافة، القيم، الثقافة في الملبس، في الرقص، اللغة. وأنت تجد الآن يعني حتى في العزف الموسيقي، تجد العزف الموسيقي الحميري الامتداد الأمازيغ في شمال أفريقيا، والعزف الحميري في الهضبة الإريترية يكاد يكون واحدا ومتطابقا. أيضا نقلوا الوثنية، وثنية جنوب الجزيرة العربية. فقبل أن تعتنق أكسوم المسيحية كانوا يعبدون آلهة جنوب الجزيرة العربية، الإله مقا والإله عستر. وعستر هو نجم في السماء، وفي التجري، لغة التجري، يسمون السماء عستر، وهو اسم لإله من آلهة جنوب الجزيرة العربية. وكانوا يعبدون الثعابين، وعرفت عبادة الثعابين أيضا في جنوب الجزيرة العربية. فهم أقاموا دولة، هذه الدولة امتدت وحكمت اليمن وبلاد عسير. ولهذا في الحفريات التي وجدت في منطقة تيغراي، البعثة الألمانية اكتشفتها، وجد نقش يقول فيه عيزانة: أنا عيزانة بن العميدة حاكم أكسوم والكوش والبجة وسبأ وصالحة وريدانة. ريدانة وسبأ وصالحة في اليمن. أكسوم هي المنطقة الأكسوم. بجة هي مناطق منخفضات إريتريا إلى شرق السودان إلى جنوب مصر. كلها كانت هذه تحت مملكة الحبشة، ووصلوا إلى بلاد عسير وحكموا هذه المنطقة. فكانت دولة عظمى، دولة كبيرة يعني، وكان لها أثر كبير. وأن نصارى نجران الذين ذكرهم القرآن أحرقوا. النجدة
جاءت من الحبشة وتحركت من ميناء زولا أدوليس، ميناء أدوليس الآن في إريتريا. السفن الحبشية تحركت من هناك حتى وصلت إلى جازان، وجازان هي جأزان، وجأزان هي أجعزيان، اسم قبيلة أجعزيان اللي هي اللغة التجرينية والتجري والأمحرة منها. فالعلاقة كانت علاقة قوية ومتينة قبل الإسلام، قبل أن يولد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. إذن لهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يهاجروا إلى الحبشة؟ النبي صلى الله عليه وسلم استعرض الوضع الدولي وقتها، فكانت الدول العظمى كانت مقوقس في مصر، الأقباط، الرومان في بلاد الشام، الفرس في بلاد فارس، الحبشة في منطقة الحبشة. فمن الناحية الجغرافية الجزيرة العربية ترتبط بالحبشة عبر البحر، وترتبط بالشام عبر البر، وترتبط بمصر عبر البر. لكن ثمة خاصية لاحظتها استراتيجية الرسول صلى الله عليه وسلم الأمنية، وهو تميز النظام الحبشي وقتها بالعدالة. الوضع السياسي اللي كان في اليمن في الحبشة وقتها إذا قورن ببلاد فارس وقورن ببلاد الرومان في بلاد الشام وقورن بالمقوقس في مصر، يتميز بالعدالة التي لا نظير لها. فقال لهم اذهبوا إلى الحبشة فإن فيها ملك عادل لا يظلم عنده أحد، وسماها أرض الصدق. ولكن عندما نتحدث عن الحبشة علينا أن نعلم هنالك حبشة تاريخية، الحبشة التاريخية، والحبشة الامتدادية، الحبشة التوسعية. الحبشة التاريخية هي منطقة تجراي زائد الهضبة الإريترية، أكلوبزاي، حماسين، سراي، هذه المنطقة التي كانت فيها المملكة. ثم لما تقوت توسعت حتى وصلت إلى أسقطت مملكة مروي، مملكة النوبة في اتجاه الخرطوم، السودان، أسقطت مناطق البجا، وصلت سيطرت على البحر الأحمر، دخلت اليمن، أقامت كنيسة القليس في صنعاء، ثم امتدت أيضا بجيشها إلى الحجاز لاحتلال مكة المكرمة، ومعروف قصة أصحاب الفيل. جميل يا شيخ. شيخنا ذكرت قبل قليل أن الحبشة تضم مساحة شاسعة تبدأ من تبدأ من قرب اليمن وتنتهي إلى جنوب مصر. هذه كلها منطقة شاسعة كبيرة، تبدأ من أكسوم، من أكسوم الهضبة الإريترية، ثم امتدت. لكن الجذور التاريخية تعود إلى اليمن. هي أصلا المجموعات التي أقامت هذه الحضارة جت من اليمن، من جنوب الجزيرة العربية. جميل. جميل. طيب، ولذا ليس صحيح ما تقول حركة أجعزيان الذي يرأسها التصفاطيون أنهم يرتبطون بسليمان باليهود، هذا غير صحيح. الصحيح أنها هي جت من جنوب الجزيرة العربية. من جنوب الجزيرة العربية. أحسن الله عليك يا شيخ. طيب دعنا يا شيخ في إحدى الحقب التاريخية يذكر الناس قصة غزو الأحباش لليمن، وقيل أيضا أن أبرهة من هؤلاء. فهل أولا حدثنا عن هذه القصة يا شيخنا، وهل أبرهة المنسوب إليه يعتبر صحيح أم لا؟ نعم. القرآن وثق هذا الحدث. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إلى آخر الآية. والقرآن وحي منزل فقطعي في هذه المسألة. ووثق أيضا في سورة الفيل إذ أرسل إليهم سبحانه وتعالى طيرا أبابيل
ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ووثقتها كتب التاريخ الإسلامي السيرة النبوية عندما دخل أبرهة إلى مكة وقابله عبد المطلب وقال له: إن للبيت ربا يحميه وأنا رب الإبل. وحينها ولد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك عام 571 ميلادي، وسمي في العرب عام الفيل لأنه الجيش الحبشي القادم من اليمن كانت معه دبابات. الدبابة التي نراها الآن الفيل كان يقوم بمقامها يعني، فهو ضخامته وجسمه فهو دبابة يعني، فزحف. العرب لا يعرفون الفيل ولا يعرفون الإبل والخيول، فهو حدث مميز في تاريخهم فسموه عام الفيل. وفي هذا العام ولد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما حصلت المحرقة حصلت في نجران، والملك الذي أحرقهم يهودي يمني اسمه زنواس، وزنواس حفر لهم الأخاديد صار نجران وأحرقهم فيها، والقرآن ندد بهذه الجريمة والاضطهاد الديني الذي حدث لهؤلاء الموحدين وكانوا موحدين. فهرب رجل اسمه دوس ذو ثعلبان، هرب من المحرقة واستنجد بالرومان، والرومان وجهوه إلى الحبشة، فجاء إلى الحبشة وهي منطقة قريبة يعني من الحبشة عبر البحر، وطلب النجدة. فالملك الحبشي وقتها اسمه لا أذكرها الآن لعلها تحضرني، وجه جيشا، سفنا تحركت، والسفن تحركت من ميناء عدوليس، وميناء عدوليس الآن في إريتريا، وهو عدول. أما إس هذه نطق يوناني، اليونان يدخلون الإس، هبتس جبريس، عدول عدوليس، اس اس اس، جبريس اللي هو الجبر، والجبر هو العبد، جبر ربي عبد، وآل جبر الآن في الخليج آل جبر يعني آل عبد جبر. فالجيش تحرك ووصل إلى نجران وقتل زونواس، يعني ما قتلوا، انتحر، وحكم اليمن. القائد اللي كان مع أبرهة قائد آخر، وحصل صراع بينه وبين أبرهة، وفي النهاية أبرهة أصبحت الغلبة له، فحكم اليمن وأقام كنيسة. والحميريين وقتها كانوا وثنيين، فبدأ جاب قساوسة من أجل أن ينصرهم ويعيد يدخلهم المسيحية، وبنى كنيسة عظيمة في صنعاء اللي هي كنيسة قليس. العرب كانوا يحجون إلى الكعبة وثنيون، والكعبة ما أبرهة الحبشي كان ينظر إليها كمعبد من معابد الوثنيين، فبنى هذه الكنيسة في صنعاء من أجل أن يوجه العرب إلى هذه الكعبة، إلى هذه الكنيسة، ولها أهداف اقتصادية، اقتصاد لأنه يكون تجي تجارة. فجاء أعرابي ولوثها، فاستفز ذلك أبرهة وقاد جيشه وتوجه إلى الجزيرة العربية، وحدث الذي حدث. أرسل الله عليهم طيرا أبابيل فأصابهم مرض الجدري، الفيروس. الطير كان يأخذ الحصى ملوثة،
بالفيروس فأصابهم الجدري، فالجيش انتهى وتشتتوا في طرقات مكة. وكانت عائشة تقول رأيناهم يتسولون الناس، يسألون في طرقات مكة، واسترقوا في مكة الجيش لأنه اتهزم يعني. وأبرهة عاد وهو مريض مصاب بهذا الداء، وانتشر الداء أيضا هنا في جيشه، ثم مات في اليمن. وبعد أن مات في اليمن انتقل حكم اليمن إلى ابنه مسروق، ولما حكم ابنه مسروق ومات انتقل الحكم إلى ابنه الآخر يكسوم. وبعدها ظهر قائد يمني اسمه سيف ابن ذي يزن، وراح وتحالف مع الفرس وتغلب على الحبشة الأحباش. كان ذلك تقريبا سنة 640، وضعفت مملكة الحبشة وعادت إلى الهضبة أكسوم والهضبة الإريترية. وكان وقتها النجاشي يعني وقتها كان انسحب، لأن الإسلام جاء واليمن تحت حكم الفرس، يعني ما لم يكن وقتها الحبشة انسحبوا، وانسحبت معهم القبائل العربية التي هي كانت تحالفهم، حلفائهم كلهم جو في منطقة الهضبة الإريترية ومنطقة تيغراي، واستقروا هناك يعني، وامتدوا إلى السهول إلى المحافظات وكذا، واستقروا هناك. هذه الحقيقة التاريخية التي حدثت في ذلكم الحين. إذن شيخنا لابد أن الحبشة مرت بتنوع ثقافي كبير. السؤال هنا، هل للغات نيل أو هل اللغات نالت حظا وفيرا من الانتشار والتوسع أم لا؟ الحبشة طبعا قبل أن يأتيها الساميون اللي هم الأجاعز وقبيلة حبشت، كان يسكنها الحاميون، والحاميون أيضا نفسهم جاءوا من جنوب الجزيرة العربية. وقبل الحاميون كان يسكنها العنصر الزنجي الجنوبي. فالحاميون جاءوا وزحفوا السكان الأصليين الزنوج إلى الجنوب، ولذا لما تجد الآن جنوب الحبشة هو الجنوب عنصر الزنجي. وسكنوا الحاميين في المنطقة، ثم جاءوا الساميون واستوطنوها وتزاوجوا مع الحاميين وأقاموا مملكة أكسوم، فسادت اللغة الحميرية وتلاشت اللغات الأخرى. سادت اللغة الجئز، والجئز نسبة إلى قبيلة اسمها جعز، والعين عند الحميريين لا تكاد تنطق. أيوة، فمثلا الآن اليمنيين لما تسمعهم ما يقولون عبدو، يقولون أبدو في تهامة، وبالذات مناطق تهامة. وما يقولون تعال، يقولون تآل. أيوة، في الأمهرية يقولون جئز، ما يقولون جعز. وفي الحبشة ما يقولون عبدو، يقولون أبدو. فهذا نطق حميري. فاختفت العين، ومنها مدينة جأزان اللي هي جعزان، واسمها جأزان، ثم أصبحت جازان، ثم نطقت جيزان، ولكنها هي جعزيان. في لأن المدن هذه كانت تسمى بأسماء القبائل، يعني هذه القبائل، يعني الأسماء هذه ما جاءت من فراغ، جاءت لأن القبائل التي كانت تسكنها. فاللغة التي سادت هي اللغة الجعزية، واللغة الجعزية كانت تكتب بالحرف المسند الذي تطور منه الحرف التجرينيا، هذا الحرف الذي نحن نكتب به التجرينيا. فالحرف المسند كان في البدء يبدأ من اليمين، ثم لما جاءوا اليونان بدأ من اليسار، فانتقاله من اليمين إلى اليسار جاء تأثرا باليونانية،
ولكن في الأصل هو يبدأ من اليمين. من اليمين. وبعض المؤرخين يقولون يبدأ باللوية الثعبانية، خط يمشي كذا وبعدين يرجع كذا يرجع، يعني زي الثعبان نعم كذا يعني. ولكن الآن استقر أن يكتب من اليسار. وهذا اللغة الحميرية تختلف عن لغة شمال الجزيرة العربية، والعرب لا يفهمونها، لأن عرب الشمال وعرب الجنوب، عرب الشمال لا يفهمون لغة عرب الجنوب. ولهذا كان يقول الملك الحميري: من دخل بلاد حمير فليحمر. يحمر بمعنى يتكلم بلغة حمير. وفي القرآن توجد مفردات هي لغة حمير، ولكن بعض المفسرين يقولون يعني لغة حبشية، وهذا من زاوية صحيحة لغة حبشية، ولكن في أصلها هي لغة حميرية، مثل فاطر، فطيريو فطيرو فطيرني الحمد لله فاطر السماوات والأرض، يعني خالقه. وابن عباس يقول: وجدت رجلين من أهل اليمن يختلفان في بئر، فقال أحدهما: إني فطرتها، فما عرفت معنى فطرتها، فقلت له: ما معنى فطرتها؟ فقال: إني أوجدتها، أنا الذي صنعتها. فما كانوا يعرفون هذه الكلمة يعني. ومثل هجر هو الوطن، والهجر باللغة العربية، وهجري وهجركا وطنك. وكا الحميريين لا يستخدمون التاء. مثلا تقول بليعي، بلعكا. في التجري بلعكو. كو الكاف هو ضمير المتكلم، مثل ما تقول بلعتو، ولكن تقول بلعكو. وفي وهي لغة من لغات العرب حمير. فلما عسيك ضربنا قفيك، يعني فلما عسيت ضربنا قفاك. جيسكو يعني مشيت، مثل وجسيكو جلس، جثى على ركبتيه، جسى. وسعيكو بمعنى جريت، سعيت، وهكذا. فهذه اللغة هي التي سادت اللغة الجازية، وما زالت حتى الآن هي التي يتحدث بها أهل الحبشة. وانتشرت التجري، انتشرت في المنخفضات، والتجرينية في المرتفعات، والأمهرة عند الأمهرة. وأقرب اللغات ثلاثة إلى الجئز هي التجري، تليها التجرينية، تليها الأمهرة. المفردات الحامية في الأمهرة كثيرة، في التجرينية أقل من الأمهرة، في التجري أقل من التجرينية، وأصبحت هي المسيطرة. هذه الثقافة، هذه اللغة اللي سادت. جميل. ثقافة اللغة اللي سادت. نعم. طيب دكتورنا، كثيرا ما يتحدث الناس في تاريخ الحبشة الحديث عن مصطلح الجبرتي أو عن قبيلة جبرت. ما هو أصل هذا المصطلح ومن أين بدأ وما هي هذه القبيلة؟ القبيلة كانت مملكة من ممالك الطراز الإسلامي في المنطقة، اسمها إيفات، مملكة إيفات. مملكة إيفات هذه كانت متسعة، وكانت واصلة حتى الصومال، وكانت لها عاصمة، عاصمتها اسمها جبرت. العاصمة اسمها جبرت. فيأتي الانتساب إليها جبرتي. فالانتساب الجبرتي هي انتساب إلى
عاصمة. وفي هؤلاء الجبرتيين الذين ينتسبون إلى جبرت، إلى هذه العاصمة، قبائل وعوائل، من ذلك الهاشميون منهم، من سكان هذه ينتسبون إلى عقيل ابن أبي طالب وسكان المنطقة، هاشميون اللي هم آل البيت، آل البيت يعني. وينتسبون إلى جبرتي، مثل ما تقول مصوعي، كرني، قاهري، دمشقي، مكي، مدني، جبرتي، نسبة إلى جبرت، فجاء من هذه. ومنهم المؤرخ المصري عبد الرحمن الجبرتي. وعبد الرحمن الجبرتي جاء جده من الحبشة إلى جدة، ثم غادرها إلى القاهرة واستقر في القاهرة، وهنالك ولد والد عبد الرحمن الجبرتي وعبد الرحمن الجبرتي المؤرخ المصري. وفي الأزهر رواق يعرف برواق الجبرتة. رواق يعني ركن علمي. كل من يأتي من القرن الإفريقي يدخل فيه. وفي الحجاز توجد أوقاف اسمها أوقاف الجبرتي، وفي مصر وفي غيرها. ومثل الجبرتي الزيلعي، زيلع. وهؤلاء كانوا وثيقي الصلة بالحجاز ومصر. كما قلت لكم المنطقة لها ارتباط باليمن، بالجزيرة العربية، فلما يأتون طبيعي يرتبطون بالمنطقة العربية. هذا قدرنا، هذه ثقافتنا، هذا هو محيطنا. والسمكة لا تسبح خارج البحر، فما يمكننا أن نسبح خارج هذا المحيط. إذا جاءتنا النكبة هاجرنا إليها ونهاجر منها ثم نهاجر منها إلى غيرها. أولا كلنا دخلنا الحجاز، ثم بعد الحجاز انتشرنا إلى أوروبا، إلى أستراليا، إلى أمريكا، إلى كندا، لكن طريقنا هو الحجاز. والحجاز وصلناه، منا من وصله عبر اليمن، ومنا من وصله عبر السودان، ومنا من وصله حاجا، ومنا من وصله معتمرا، وهكذا. فتاريخنا منذ القدم مرتبط بهذه المنطقة. وأم أيمن بركة الحبشية هي أيضا حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأول فلكلور شعبي استعرضه النبي صلى الله عليه وسلم هو الفلكلور الحبشي، يعني ليس هي العرضة النجدية ولا الحجازية ولا كذا. أجدادنا الأحباش لعبوا في مسجده صلى الله عليه وسلم، وهو يتفرج إليهم وينظر إليهم مع عائشة وهم يرقصون، يعني ويقولون، يعني في الرواية جاء يزفنون، زفيني، رقصت بالتقرينجة يسمى الرقص الزفن، وهي نفس الكلمة يزفنون، وبالتقرينجة يسمى أيضا الزفين الرقص. وعمر أراد أن يمنعهم، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم منعه وقال لهم: إيه يا بني أرفدة، العبوا. فكانوا يلعبون بتراثهم الحبشي وكانوا يرقصون، يعني الرقصات الحبشية. ما أدري هل كانت بالمناكب ولا كيف كانت، أنا لا أدري، على كل حال كما يرقصونها الآن، ولكنهم كانوا يرقصون يعني. وأنما أيضا صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم مأكولا، قالت له: أصنع لك خبزا كنا نصنعه في بلادنا. فصنعت له خبزا فأكله صلى الله عليه وسلم، لأنها هي التي ربته. هو لم يعرف أمه ماتت وهو عمره 6 سنوات في الأبواء. فكانت حاضنته أم أيمن بركة الحبشية، فهي أمه الحقيقية، يعني فهي أمه التي ربته. وإن كان رحم آمنة هو الذي حمله، فإن حضن أم أيمن بركة الحبشية هو الذي رباه. فصنعت له خبزا،
ربما كان هذا الخبز إنجيرة، حنباشة، ما يدونه يعني، ممكن شيء آخر يعني، ولكنه كان خبزا حبشيا يعني. نعم. لأنه قالت له أصنع لك خبزا يعني. وبلال الحبشي معروف، ووحشي الذي قتل حمزة أيضا حبشي، والذي سيهدم الكعبة لاحقا أيضا حبشي. نعم. يعني فالعلاقة مع الحبشة علاقة تاريخية وأزلية، وبها حتنتهي الدنيا يعني. الكعبة حتنتهي برجل من الحبشة يعني. ذلك الشقي كأبرهة الذي أراد أن يهدمها سيكمل المشوار واحد ثاني من الحبشة حيجي. إذا شيخنا نعرف كثير ولا يخفى على عقل الأدب العربي وانتشاره وقوته شعرا ونثرا وما نعم. إلى ذلك. ماذا عن الأدب في بلادنا؟ الأدب العربي يعني الأدب العربي إذا نظرنا إليه من الزاوية الحميرية فإنه أدب مزدهر يعني. الأغنية بالتجري، الأغنية بالشعر بالتجرينيا، كل هذا يمثل أدب عربي، ولكنه بلغة الجنوب ليس لغة الشمال يعني. ولغات الجنوب كثيرة، بعض العرب إذا سمعوها لا يفهمونها، مثل قبيلة الفيفي في جنوب الجزيرة العربية. هؤلاء يعني إذا تكلموا عرب الشمال لا يفهمونهم. ومثل قبيلة المهرة لهم لغة أيضا إذا تكلم أهل الحجاز وأهل نجد لا يفهمونها، وهم عرب يا شيخ. وهم عرب. والقرآن وحد اللغة العربية، العرب وحدهم على لغة قريش، وإلا من قبل كانت لهم لغات كثيرة. ولذا يقول أحد النحويين: وما عربية حمير بعربيتنا. ومعناها إذا عناك عربيات كثيرة ليس عربية واحدة، وإنما القرآن جاء بلغة قريش فوحد العرب على لسان واحد. فإذا نظرنا إلى أدبنا نحن بالتجرينيا وبالتجرايد فهو امتداد للأدب العربي الجنوبي في رقصاته، في غنائه، في مفرداته، في شعره يعني. عقلي طبت خيوني أي كألكن بيني يعني. هذا أي قصيدة عقلي وعقل أي كألكن بين انفراد. أيضا تجد في بالتجري أغاني سعيكو ويعريكو أسرى، سعيكو ويعريكو أسرى. أسرى هي الأثر، وسعيكو سعيكو. فهذه كلها مفردات. جاء بعد ذلك الأدب الشمالي، أدب الجزيرة العربية، شمال الجزيرة العربية، وانتشر وظهر أدباء إريتريون في هذا المجال. منهم أذكر واحد اسمه عبد الرحمن السكاب، أديب وشاعر عاش في اليمن وتوفي في اليمن رحمة الله عليه. وهنالك شعراء آخرون، وأظن أنت واحد منهم الآن تزدهر وتنمو، وأنا أشجعك على أن تستمر في هذا الشيء. والعربية الشمالية والعربية الآن محاربة في داخل إريتريا من منطلقات طائفية وليس من منطلقات عقلانية، لأن الكنيسة نفسها تتعبد باللغة الحميرية، وأن العقيدة المسيحية نقلت إلى الجئزية من اللغة العربية. ترجمت من مصر فنقلت من اللغة العربية الشمالية إلى اللغة العربية الجنوبية القديمة. فهذا هو تاريخهم، هذا هو تاريخ المنطقة. لا يمكنك أن تنكره، لأنه إن أنكرته فقد أنكرت وجودك، أنكرت ثقافتك، أنكرت حضارتك، لا مهرب لك منه. فلا يكون الإنسان عاطفيا طائفيا ينكر حقائق التاريخ من أجل انتماء طائفي، وإنما يكون عقلانيا واقعيا
يحترم الحقائق العلمية، فهذا هو الواجب. يعني حبشائنا، وددت مين حبشة؟ احنا ما معنى حبشائنا. انا واحد قال حبشائنا، حبشة ايش هي؟ جت من فين؟ جت من جنوب الجزيرة العربية. فعندما تقول حبشائنا بمعنى تعني نحن عرب، هكذا. لسنا بني إسرائيل، ولسنا من نسل داود ومن سليمان زي مثل ما يقول غيرنا، هي جنوب الجزيرة العربية. كل ذلك تزوير للتاريخ الذي يقول نحن من نسل سليمان ومن داود وإلى غير ذلك. إذن هل نستطيع القول أن هناك ربط بين الأدب العربي والأدب الإثري لما توجد من مصطلحات في الشعر العربي؟ نعم. أنا أقول لك أن اللغة هي لغة جنوب الجزيرة العربية، اللغة التي يعبر بها الأدب. وأعني أدب التجرينيا وأدب التجري وأدب الأمهرة، وليس هنالك أدب مستقل عن الأدب العربي. حتى الكتب الدينية كما ذكرت لك ترجمت من العربية، مثل كتاب ابن العسال. ابن العسال هذا قبطي مصري كتب كتابا ترجم إلى اللغة الحبشية وكتبه بالعربي، وأخذه من فقه الشافعية فترجم من العربية إلى الحبشية، وموجود في الكنيسة الإريترية والكنيسة الإثيوبية تتعبد به، وهو قانون وفتح هو القانون. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، بمعنى خير الحاكمين. الله يفتح يحكم بينهم، والقانون يسمى بالتجرينية فتحي، ويسمونه قوام أو قوام، وكان بين ذلك قواما وتقنينا. يعني عندما تضفر فتقنن القانون قواعد مقنن، كما الشعر تقنن خط. فهذا كل هذا يعني يريك أنه الأدب والثقافة الإريترية مرتبطة بثقافة جنوب الجزيرة العربية. ولهذا مثلا دبر، وحتى بالتجرينية يقولوا دبر والجبل. والنجاشي قال لهم للصحابة لما وقفوا قال أنتم دبر في بلدي. ابن هشام يقول دبر في لغة الحبشة الجبل. وكثير من المفردات هي مفردات عربية. وقال لهم أنتم شوم في بلدي، والشوم هو الزعيم، وفي التجري الآن زعيم القبيلة يسمى شوم. وشوم أيضا هو لقب من ألقاب القيادات في اللغة الحبشية، وهو من الشامة. الشامة التي تظهر في هذه الثقافة. هذا هو التاريخ. نعم، ولعلي أذكر في هذا قول امرؤ القيس: إذا ركبوا الخيل واستلأموا تحرقت الأرض واليوم قر. نعم، بمعنى البلد، بنفس المعنى اللي نستخدمه. وعلي بن أبي طالب وهو يبدي تأسفه وتضجره من أهل العراق يقول لهم: إذا أمرتكم بالسير إليهم في أيام الحر قلتم هذه حمارة الغيظ أمهلنا حتى ينسلخ عنا الحر، وإذا أمرتكم بالسير إليهم في أيام القر قلتم هذه شدة البرد أمهلنا حتى ينسلخ عنا القر. والقر هو البرد يعني. جميل. أحسن الله عليك سعادة البروف جلال الدين محمد صالح. مستمعينا الكرام ومشاهدينا الأفاضل، ما زلنا وإياكم مستمرين في هذا الحديث الماتع حول التاريخ والثقافة الإريترية الحبشية، ولكن هناك فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. يلوح
لوح فجر أجمل وتسابقوا للمكرمات وحلقوا بسمائها ضرا وخيرا أمنوا. نعتز بهويتنا، نعتز بتقاليدنا، نعتز بديننا كمسلمين إريتريين، نعتز بوطننا وأرضنا. تأتي إحداهن من السفر، إذا لم تبكي في عندها تعتبر مصيبة من المصائب، لذلك تبكي وتهيج النساء ويبكين. حتى لو كان الجواز في جيوبهم، هو في جيبهم ولكن ليس في قلبهم. إذا ثبت أنه والله يؤذي عباد الله وبل ربما يصل بسحره إلى أن يقتل، فهذا ما في خلاف أن إذا سحره الذي فعله قتل إنسان فإنه يقتل. لكنه لو قال أنه هذا للذكور من أبناء من ذريتي دون الإناث مثلا، هذا قال العلماء هذا وقف جائر ولا يجوز ويحرم هذا الوقف. الشعب الإريتري الآن كثير من الشباب يهرب من بلده. أين الاعتزاز بالوطنية الإريترية؟ أبدأ بسم الله الرحمن وبالرحيم دائم الإحسان، فالحمد لله القديم الأول والآخر الباقي بلا تحول. أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان، وكما قال الشاعر: الحي حي من حياة لسانه، فإذا أبيد من اللسان أبيد. يلوح فجر أجمل وتسابقوا للمكرمات وحلقوا بسمائها ضرا وخيرا أمنوا. مرحبا واهلا بكم متابعينا مشاهدينا الافاضل في كل مكان. بعد هذا الفاصل القصير نجدد الترحيب بكم وبضيفي سعاده البروفيسور الدكتور محمد جلال. دكتور جلال الدين محمد. دكتور جلال الدين محمد، عفوا اعذر منكم. طيب لعلنا في هذه الفقره سعاده البروفيسور ان نتكلم عما يخص الشباب او ما يستطيعون به مجابهه هذه العولمه الضاره المنتشره على كل الاصعده، والاستفاده ايضا من الايجابيات التي نحتويها منكم. شيخنا تفضل. دعنا نبدأ دكتور سعادة البروف بفقرتنا هذه بكتاب لك اسمه التنصير والتعليم في إريتريا. هل كانت هذه حملة التنصير منذ القدم أم هي حديثة مستحدثة؟ وهل التنصير تم ربطه أيضا بالتعليم؟ وبالأكيد ما هو أثر ذلك على شباب الأمة الإريترية والإسلامية؟ هذا مقالة أو جزء من كتاب كتاب كرن تكلمت فيه على التعليم والتنصير، وأيضا كتبت مقال في قراءات أفريقية التعليم في إريتريا والتنصير. التنصير قديم جدا، هم يسمونه تبشير ولكنه في الحقيقة تنصير. في فرق بين التبشير والتنصير. التبشير هو أن تبشر بالخير يعني، والتنصير هو أن تحول الناس إلى النصرانية.
والنصرانية نسبة إلى مدينة الناصرة في فلسطين، منها جاءت النسبة إلى نصراني وتنصير. الحبشة عرفت المسيحية قبل الإسلام منذ وقت مبكر كما حدثتكم في بداية الحلقة، ودخلت المسيحية سنة 330 ميلادي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مولودا وقتها، ولد سنة 571، والمسيحية دخلت سنة 330، أكثر من 200 سنة تقريبا يعني. وكانت المسيحية التي دخلت هي على المسيحية القبطية الإسكندرية، والرومان دخلوا المسيحية سنة 300، مجمع نيقية عقد سنة 325 ميلادي، وقسطنطين اعتنق النصرانية سنة 310 ميلادي، وبعدين عقد مجمع نيقية سنة 325. المسيحيون كانوا مضطهدين في الدولة الرومانية، وقد حاول اليهود بالتحالف مع الرومان، حاولوا قتل عيسى عليه السلام، ولكن الله رفعه وما قتلوه وما سلبوه، ولكن شبه لهم وأنجاه الله، رفعه الله إليه. ومن هذا المجمع المسيحية دخل فيها انقسامات، والرومان تبنوا عقيدة الكاثوليك، هي عقيدة بولس الرسول أو شاول. وشاول هذا كان يهوديا يضطهد المسيحيين، ثم بعد ذلك اعتنق المسيحية وقال تلقيت مباشرة الكلام من عيسى عليه السلام، وحرف المسيحية، أدخل فيها التثليث والصلب. أما المسيحية الحقيقية فكانت تؤمن بالتوحيد، وأن عيسى رسول من عند الله وليس فيه خاصية من خصائص البشر. وكان القسيس المصري اسمه أرينوس يعتنق هذه العقيدة، عقيدة التوحيد، ولكن الرومان حاربوها، فانتشرت بعد ذلك العقيدة التثليثية. فانتشرت هذه العقيدة بالذات في التبشير مع دخول الاستعمار ومن قبله. ففي إثيوبيا أو إريتريا العقيدة التي يعتنقونها هي العقيدة الأرثوذكسية، العقيدة الإسكندرانية، عقيدة المصريين. فجاء بعد ذلك المنصرون البروتستانت والكاثوليك، جاءوا مع المستعمر عندما الإيطاليون جو هناك، والفرنسيون كاثوليك في أصلهم، والإيطاليون كاثوليك في أصلهم، والفرنسيون حكموا جيبوتي، والإيطاليون حكموا الصومال وليبيا وإريتريا. فجاءت الإرساليات التنصيرية واشتغلت في القبائل الوثنية والقبائل المسلمة والقبائل المسيحية في المرتفعات. فاعتنق بعض أهل المرتفعات الذين في أصولهم أرثوذكس تحولوا من الأرثوذكس إلى الكاثوليك في الهضبة الإريترية وفي التجراي. وكان هذا يعتبر ردة وجريمة، كانوا ملوك الحبشة يقتلون الذين تحولوا من الأرثوذكس إلى، يعتبرونهم كفار مرتدين. ولكن طبعا الاستعمار يحميهم، فانتشرت الكاثوليكية في المرتفعات، وفي أسمرة في الكاتدرائية الكبيرة هذه هي كاثوليكية ليست أرثوذكس يعني. وبعدين أيضا البروتستانت جو، البروتستانت السويديين والأمريكان والمجموعات دي، فجاءوا إلى إريتريا. وكان مستر رودين هو البروتستانت السويدي،
استقر في منخفضات إريتريا في منطقة اسمها منطقة المنسع، وأدخل الناس إلى النصرانية، وترجم الإنجيل بلغة التيغري وكتبه بالحرف الجئزي، الحرف التيغرينيا. فتنصرت مجموعات من قبائل المنسع وهي في أصلها مسلمة، كما أن الكاثوليك اشتغلوا أيضا في البلين وتنصرت بعض الأفراد تنصروا، وبعضهم كانوا وثنيين وتحولوا إلى الكاثوليكية، وربطوا هذا بالتعليم، فأسسوا مدارس وعلموا هؤلاء أيوة، وبعثوهم إلى الخارج، إلى الفاتيكان، إلى السويد، وعلموهم وجاءوا ومتعلمين عن غيرهم. يعني التعليم الإسلامي كان تعليما في الخلوة، القرآن، المعاهد الدينية، ولأنه محارب ولأن المسلمين فقراء وليس معهم تلك الإمكانات فتخلفوا تعليما. ثم جاء الدولة العلمانية، الدولة العلمانية التي أبعدت الدين عن الحياة. هؤلاء في التعليم أبعدوا الأديان كلها، ولكن هذا الإبعاد أضر بالإسلام وخدم النصرانية. ما هي رسالة التنصير؟ إيش هي الرسالة التي من أجلها جاء التنصير؟ كان هنالك مؤتمر عقد مبكر، ومحب الدين كتب كتاب، محب الدين الخطيب كتب كتاب اسمه الغارة على العالم الإسلامي. محب الدين الخطيب ما كتبه هو ترجمه من الفرنسية إلى العربية، وهو عبارة عن أوراق وخطط لمؤتمر تنصيري، كيف ينصروا المسلمين، يحولوهم من الإسلام إلى النصرانية. هذا المؤتمر يناقش هذه القضية. فقام أحد المنصرين وقال: نحن فشلنا فشل ذريع، ما استطعنا أن ندخل مسلم في المسيحية، إلا لقيطا التقطناه في الطريق، أو فقيرا أخذناه، أو يتيما. أما لم يحدث أن انتقلت قبائل وأمم بأكملها رغم الجهد الذي نبذله والمدارس التي نبنيها، أن ندخلهم إلى المسيحية. فقام رئيس التنصير اسمه زويمر، مستشرق، فقال لهم: غير صحيح الكلام اللي تقولوا، لقد نجحنا نجاحا عظيما، نحن نجحنا ما فشلنا. كيف؟ قال له: إن مهمتكم التي انتدبتكم من أجلها الدول المسيحية إلى الديار المحمدية، الديار المحمدية ديار الإسلام، ليست هي إدخال المسلم في المسيحية، فإن هذا شرف له، ولكن هي إخراج المسلم من الإسلام. مش مهم يكون مسيحي، المهم يفارق الإسلام. وقد نجحنا في هذا نجاحا عظيما بفضل مدارسنا التنصيرية وبفضل مناهج التعليم في الدول المحمدية. فأوجدنا ناشئة مضطربة، لا يهودية ولا نصرانية ولا مسلمة، إن تعلمت فللشهوات، وإن تزعمت فللشهوات، وإن عملت فللشهوات. وقد نجحنا نجاحا عظيما. كان في أسمرة مدرسة كامبوني، وفي برسودان كامبوني. وكامبوني هذا منصر إيطالي مات في الخرطوم، وهذا المنصر حمل لواء أفريقيا النصرانية وبنوا مدارس كلها. في مدرسة كامبوني اللي كانت في أسمرة، أولاد المسلمين كانوا يدرسوا فيها، ما قالوا لهم كونوا نصارى، لكن ما كانوا يعطونهم إجازة في العيد. في العيد يدرسوا،
يصلوا ويجي يدرسوا، وما كانوا يعطونهم إجازة في يوم الجمعة. والمهم أنه ما يمشي للمدارس الإسلامية، لأنه لو مشى للمدارس الإسلامية سيتعلم الإسلام. فأنا أحجزه هنا، إن بقى نصراني كويس، ما بقى نصراني المهم لا يكون مسلما. ولهذا يقول لك الآن هم أوجدوا جيل محايد بالنسبة للإسلام. هاي قد شنن إسلام كذا ما يهمني، ما يتألم، محايد. البنت خلعوا منها الحجاب، ليش؟ ما في مانع تخلع، هو ما يغضب. هو يكون شيوعي، يكون أي شيء، ويكون ضد الإسلام. هذا التنصير نجح في هذه القضية. الشباب يجب أن يتعلم دينه، يحقق إنجاز علمي، يتفوق في إنجازه العلمي، ولكن عليه أيضا أن يعرف هويته الإسلامية وأن يعتز بها. إذا وجد هذا الجيل وجد التمكين للإسلام. أما الجيل الذي لا علاقة له بالدين، هذا الجيل هو الذي نكب المسلمين، لا يدافع عن الإسلام. إن لم يسهم، هو يسهم في ضرب الإسلام تحت حجج كثيرة يعني، أو يتفرج. فهذه المشكلة. هؤلاء المنصرون صحيح ما أدخلوا مننا إلى المسيحية إلا قليل، لكن أوجدوا جيلا محايدا بشكل كبير جدا. جميل. ومعظم المسلمين محايدين يعني. جميل. طيب هنا تقول الشاعرة والكاتبة الأمريكية مايا أنجيلو أن لدي نصيحة من جدتي بأن أصنع طريقا خاصا بي إذا كان الطريق لا يعجبني. السؤال هنا شيخنا، ليش ممكن للشاب أنه يتخذ هذا الأسلوب أو أنه يتخذ له طريق جديد في وجود الطرق العادية التي ممكن أن يمشي عليها؟ نعم. والمسلم يعني ليس مستسلما للابتلاءات، ولكنه متفاعلا مع الابتلاءات. وإذا كانت هذه الأمريكية التي أوصتها جدتها بهذه الوصية، فتراثنا الإسلامي يذكر لنا قصة ابن حجر. ابن حجر يقولون راح يطلب العلم وتعثر عليه الأمر وتعب وجلس، وبعدين رأى حجر الحبل عندما من الدلو يسحب من الماء من البئر يمر بصخرة، فكل مرة يمر عليها هكذا، بمرور الزمن أوجد فيها شق. فهكذا أنت لا تستسلم للهزائم وحاول، فستصل إلى ما تريد. ويقولون أيضا أن شخصا تعثر في طريق العلم ثم رجع ونام تحت شجرة فرأى نملة تصعد، وكلما صعدت تسقط، ثم تصعد وتسقط ثم تصعد، في الأخير صعدت. فرجع هو بعد أن يئس، قال إذا كانت نملة بعد محاولات عدة اتخذت لها سبيلا إلى الصعود والعلو، فلماذا لا أحاول أنا مرة بعد أخرى؟ هذه في التجارة قد تخسر فلا تستسلم، في التعليم قد تسقط فلا تستسلم، في الزواج، في كل شيء في الحياة. فهذا هو تراثنا. جميل. صلى الله عليك سعادة البروف. لعلنا قبل أن نختم هذه الحلقة الماتعة أن نأخذ استفسارات أو أسئلة ضيوفنا في الاستوديو. لعلنا نبدأ بمن لديه سؤال لسعادة البروف. جزاك الله خير يا بارك الله جلال. بالنسبة لي عندي سؤال. أعرف نفسك أولا أستاذ الفاضل. معك أسامة إدريس. حياك الله. على ماذا يجب أن يحتوي يومية الشاب
يومية الشاب لكي يستفيد من يومه ويحمي نفسه من آثار التغريب. نعم. الشاب يختلف من شخص لآخر ويختلف من المجال الذي يعمل فيه. هنالك شاب طالب، هنالك شاب عامل. فالشاب بشكل عام عليه أن يعتز بهويته الإسلامية أولا، ويملأ يومياته أن يستيقظ في صباحه ويصلي صلاة الفجر، ويجعل له وردا من القرآن يقرأ فيه، يستذكر ما حفظ إن كان حافظا، أو يفتح المصحف فيقرأ. والمسلم يبدأ حياته بالاتصال بالله سبحانه وتعالى. صلاة الفجر يعني هذه ميزة المسلم، يعني بعد النوم يستيقظ فأول شيء يسمعه في الفجر هو الأذان قبل كل شيء. يعني أول ما يستيقظ أو الأذان هو الذي يوقظه. ولذا المسلمين يعني يجعلون الساعة فيها أذان حتى يستيقظوا للفجر. فهذه أول علامة الإيمان، يعني ارتباط بالكلمة التوحيد. الإسلام الأذان يذكرك بالله سبحانه وتعالى، فتستيقظ وتتوضأ وتمشي تصلي وتسمع القرآن. فأنت في هذا تتحرر من سلطة الشيطان وسلطة النفس وسلطة الهوى. ثم بعد ذلك تبدأ إن كان لك ورد في القرآن تقرأ القرآن. ثم بعد ذلك إن كنت طالبا لازم يكون لك جدول مذاكرة وتذاكر ما هو أهم في هذا اليوم. وإن كنت عاملا فتذهب مبكرا إلى العمل وتمثل القدوة الحسنة في أداء عملك. تؤدي وظيفتك كما هي، لا تغش فيها، فتعكس الإسلام بأخلاقك. وعائشة تقول كان خلقه القرآن، فيكون القرآن مجسدا في قيمك في ثقافتك. عندك 8 ساعات العمل، تتخللها ساعات الصلاة تؤديها في وقتها. من المهم جدا أن تنام مبكرا لتستيقظ مبكرا. من المهم إن سمح لك ظرفك العملي أو الدراسي أن تأخذ القيلولة، وهي مدة وجيزة تريح فيها عقلك. ثم بعد ذلك تبدأ إنتاجا جديدا. لا مانع من الترفيه، أن ترفه لنفسك بالترفيه الحلال، لأن النفس ليست هي في حالة جد دائما تأخذها بالجد، وإنما ساعة وساعة. أيوة، فترفه عن نفسك. إن كنت ترى الموسيقى حراما فتسمع شعرا وأداء بلا موسيقى، وإن كنت ترى الموسيقى حلالا فتسمعها بالموسيقى. كل ذلك حسب مذهبك الذي تنتمي إليه. ولكن لا بد من ترفيه عن الذات وبالحلال وليس الحرام. وذكرت لكم في البداية كيف إن الأحباش استعرضوا في مسجده صلى الله عليه وسلم ولعبوا. وفي يوم العيد كانوا يغنون في بيته، ودخل أبو بكر وقال أبي مزمار الشيطان في بيت رسول الله، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم دعهم فإنه يوم عيد. فهذه من الترفيه الحلال يعني. والشباب الذين أيضا علينا أن نستوعب غيرنا من الشباب، نأتي بهم معنا حتى لو رأيناهم قد ضلوا طريقهم، ولا نستعجل على هدايتهم
واستقامتهم، فنخليهم معنا يمشون معنا، فلأن يكونوا عصاة مؤمنين خير من أن يكونوا في متاهات أخرى في المخدرات وفي الديسكوهات وفي كذا. يكونوا معنا يعني حتى بالذي معهم، بما معهم يعني. فنكون هكذا حمينا أنفسنا وحمينا أهلنا. شاكر لك شيخنا. السؤال الآخر تفضل. جزاك الله خير دكتور جلال. صراحة لقاء جميل وممتع، ولقاء يعني الواحد ما يمل منه، ما شاء الله تبارك الله دكتور جلال. حياك الله. سؤالي هو لعلك أذن المقاطعة تعرف باسمك أولا قبل السؤال. الاسم الكريم عبد الهادي محمد عبد الله. سؤالي هو كالآتي: لماذا ينجرف الكثير من الشباب مع التيار التغريبي أو الأفكار التغريبية؟ هناك أفكار يعني تحمل شكلين، يعني شكل إيجابي وشكل سلبي. نحن نتكلم عن الشكل السلبي، وعلى رأس هذه الأفكار اللي هي الإلحاد وما دون ذلك. يعني الحضارات تتدافع فيما بينها، وحضارة تقوى وأخرى تضعف. عندما كنا نحن الأقوياء حضارة، كان الغرب يرسل أبنائه إلينا، إلى الأندلس وإلى غيرها، ويتعلمون عندنا يعني، ويتخلقون بأخلاقنا. وحتى الديجري هذه اللي في الجامعات يأخذونها هي عباية في أصلها، يعني جت من الأندلس، هم حولوا فيها شوي يعني، ولكنها كمها وكذا هي القفطان الذي يلبسه العالم الشرعي يعني، وحاولوا يعني أجروا فيها تحويل. هكذا كانت الحضارة الإسلامية يعني. وأن المسلمون في بغداد، وأن يكون هارون الرشيد أحد الخلفاء العباسيين عندما أرسل ساعة إلى أحد ملوك الرومان، والساعة صوتت كصوت الديك، فقالوا هذا سحر. هكذا كانت أوروبا يعني وقتها، وكانوا لا يغتسلون أوروبا، لا يعرفون، في حين أنه كان نحن العطور والعود جزء مننا يعني. بالمناسبة حتى الكنيسة في إريتريا عرفت العطور متأخرة يعني، ليس مبكرة يعني في أوروبا. فعندما تكون قويا الآخرون يقلدونك، وعندما تكون ضعيفا الآخرون يتجاوزونك، لأنك ليس لك جديد ما تقدمه إليهم. ولهذا قال ابن خلدون: المغلوب مولع بتقليد الغالب. عندما تنهزم أنت تقلد الذي هزمك، فتقلده في ثقافته، تقلده في أفكاره، تقلده في لغته. فبدل أن تقول السلام عليكم تقول هاي، هكذا يعني لأنه هكذا هو يقول هاي، يعني لا تقول السلام عليكم يعني وتهنئه دون أي اعتبارات وإلى غير ذلك يعني. فنحن في عصر الهزيمة، ونحن المفعول به وليس الفاعل يعني. فدائما يقع علينا الحدث ولا نوقعه على غيرنا. والحضارة الغربية غزتنا بالاستعمار، دخلت فينا كما استعمر يعني العالم الإسلامي كله استعمر يعني. فالإنجليزية حلت محل العربية، والفرنسية حلت محل العربية، وهكذا أصبح كل شيء غربي. فالفلسفة الغربية أيضا دخلت فينا يعني. ومن هذه الفلسفات التي دخلت الفلسفة الماركسية وغيرها. والأوروبيون ناقشوا قضية الدين وكفروا بالدين، وظنوا أن كل الدين هو كدينهم يعني. وفعلا هم كفروا بالدين لأن الدين الذي عرفوه يستحق الكفر به، ولكن ليس كل دين هو دين أوروبا. فالإسلام ليس هو ذاك يعني. ولكن مثل ما قلت لك،
في مدارسهم وفي المدارس العلمانية أوجدوا جيلا لا يعرف الإسلام. فلما أوجدوا جيلا لا يعرف الإسلام، هذا الجيل انجذب لفلسفاتهم، وبقي في الإسلام الذي نحن نعرفه أيضا هو أصبح إسلام الدروشة، الإسلام الصوفي، المدائح والطبول والرقص. إسلام لا علاقة له بالحياة، وإسلام القبور والأضرحة والنذور، إسلام إذا رآه المتحضر والمثقف لا يقبله. وأن فلانا يطير في الجو، وأن فلانا يمشي على البحر، وأن فلان يملك، هذه كلها الخرافات، الخرافة والشعوذة. وأحكي لكم قصة أن الفرنسيين عندما مدوا سكة حديد في المغرب العربي، العلماء أفتوا بأنه لا يجوز سكة حديد في عالم، لا يجوز لأنه سيخدم النصارى، هكذا قالوا يعني. وأن صوفيا كان له مريد مدرسا يدرس في المدرسة، فأمره أن يترك العمل ويتسول في الطرقات، وهو مدرس ممكن أن يشتغل. فقيل له: لماذا أنت تطلب منه أن يتسول؟ فقال: أريد أن أربيه على التواضع. هكذا التواضع يكون بهذه الطريقة. وهكذا يعني خرافة. والمطبعة تأخرت عندنا 300 سنة، يعني الدولة العثمانية كان فيها مشايخ قالوا لا يجوز الاتيان بالمطبعة، لأنه إذا أتينا بالمطبعة ستنقل إلينا كتب الكفر، ومن باب سد الذرائع اترك المطبعة حرام. فعشنا فترة 300 سنة بلا مطبعة. فهذه قضايانا نحن مشكلة. نحن يجب أن نقتحم العقبة ونفك الرقبة، نفكها من الخرافات ونقتحم العقبة، ندخلها عقبة الغرب، ولكن بقوة، بعدما أن نتحسن بعقيدتنا. والغرب في حاجة إلينا كما نحن في حاجة إليه. ولو أن حضارتنا اكتملت مع حضارة الغرب لعاش الإنسان سعيدا. ولهذا كتب أبو الحسن الندوي كتابا جميلا ممتعا وماتعا، وهو ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين؟ لقد خسر العالم شيئا عظيما جدا. شاكرين لك يا شيخنا. لعلنا نختم بسؤال على عجالة عند الأخ الفاضل. تفضل. نفع الله بعلمكم شيخنا. منكم أنس بارك بيان. سؤالي شيخنا: هل يعذر المرء أو الشاب بتأثره بالثقافة الدينية، كون المصادر الدينية، عفوا، هل يعذر المرء بتأثره بالثقافة الغربية، كون المصادر الدينية محدودة مقابل الهجوم الشرس من الإعلام الغربي؟ ولا يعذر بمعنى يتسامح، عليه أن يجاهد للوصول إذا أردت الحقيقة، مثل ما قال البيت النصيحة التي الأمريكية: خذ طريقك للوصول إلى الحقيقة ولا تستسلم للعقبات، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أحسن المجاهدة، أحسن العطاء، وإن الله سيهديك. فشاب ليس معذورا، مسؤول. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. الحياة ليست عبث، والعمر قصير. أقصى ما تعيشه هو 80 عاما أو 90 عاما، وأول ما تصل 70 أو 80 يبدأ الظهر يتقوس، وبعد أن كنت تمشي على 2 ربما مشيت على 3، والأسنان تتساقط، والعيون يقترب مداها، والرأس يشتعل شيبا، وشيئا فشيئا تدفن في التراب وتصبح تاريخا، وأنت اليوم حدث وواقع وشاب. فاغتنم شبابك من أجل أن تخدم أمتك وتخدم ذاتك أنت بالدرجة الأولى. فنجاح الفرد هو نجاح المجتمع، ولكن الفرد المسؤول. وعندما تعمل
تتخلص من حالة الجهل التي فيك، ولست معذورا عن الجهل. فالشباب اليوم يبحث عن الكمبيوتر، يبحث عن الإيش، يبحث ويفكر في الاقتصاد، ودائما يقول لك الآن التعليم وسوق العمل. التعليم وسوق العمل معنى إيش يعني؟ إن التعليم ربط بالإنتاج، والإنتاج كمان للرأسمال الأمريكي هو اللي يعمل الشركات، فهو عايز عمال يخدموا هذه الشركة يعني عشان يعطيهم مرتبات. فأنت تفكر في إنقاذ حياتك ومعيشتك وتربط تعليمك بالسوق. أيضا فكر في حياة إنقاذك، في إنقاذ حياتك من أربطها بالآخرة، أربطها بالجنة، أربطها بمرضاة الله، وإن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فهو سيمهد لك. وهذا أنا رأيته. أنا كنت أدرس المدرسة، فأبي أخرجني من المدرسة في المرحلة الابتدائية في سنة 4 المدرسة الحكومية، وبعدين قيل له لقد تريد أن تحطم مستقبله، فقال له المستقبل بيد الله، وأن إني أعلم ما أخطأته لابني، وعشت الآن الحمد لله يعني أموري كلها ميسرة يعني، ومع أني درست معهد ديني وخرجت من معهد إسلامي والأمور ميسرة ولله الحمد. فليس حياتك وسعادتك مرتبطة لأنك درست الكامبوني أو لأنك درست خرجت من جامعة أديس أبابا أو من كامبريدج مثلا أو من جورج واشنطن مثلا. لا، فرب شقاء يأتيك من واشنطن ورب سعادة تأتيك من مكة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل السعادة. الله أكبر. سعادة بروف، أحسن الله إليك، ولا يسعنا أعزائي المشاهدين الأفاضل في نهاية هذه الحلقة باسمكم وباسم من يصحبنا في التقديم والشباب الحاضرين معنا في الاستديو إلا أن نشكر سعادة الأستاذ الدكتور جلال الدين محمد صالح على هذه الحلقة الماتعة والمليئة بالمعلومات القيمة والثرية. وأنا بدوري أشكركم وأشكر لكم حسن إدارتكم لهذه الحلقة، وأشكر لكم أيضا حسن تفاعلكم ومناقشاتكم، فقد أثريتموها وأغنيتموها، وأتمنى لكم التوفيق والسداد. أيضا باسمكم مشاهدينا الكرام أشكر زميلي من يصحبنا في التقديم الأخ عبد الرحمن محي الدين. شاكر لك يا أخ عبد الرحمن، وأكرر شكري وأبدي إعجابي سعادة البروفيسور جلال الدين محمد صالح، والشكر موصول لكم أيضا الإخوة الحضور. وختاما أيها الإخوة المتابعين والمشاهدين في كل مكان، يجب علينا نحن الشباب أن نحافظ على أخلاقنا الوطنية، فنحن من نعتنق قول الشاعر: بلادي وإن جارت علي عزيزة وقومي وإن ظنوا علي كرام، بدون غض النظر عن التعاليم الدينية وما أمره بنا الشارع عز وجل. وديننا الحنيف فالدين يسر، والخلافة بيعة والأمر شورى، والحقوق قضاء، دين يشيد آية في آية، لبناته السورات والأضواء، الحق فيه هو الأساس وكيف لا، والله جل جلاله البناء. طابت أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. نحو العلا سيروا شباب الأمة، وتكاتفوا لينوح فجر أجمل، وتسابقوا للمكرمات وحلقوا بسمائنا طرا وخيرا أمنوا.